عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من تاريخ حمودة باشا الحسيني مع أخوكم بالعريف. في الحلقة الأولى عرفت بحمودة باشا، تربيته، ثقافته، تعليمه إلى آخره. أما اليوم باش نتعداو للمهم في تاريخ شخصيتنا. هوكا اللي ما شافش الحلقة الأولى ينجم يرجع يشوفها، موجودة على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك زادة. وفرد مرة يكمل المزية متاعه ويعمل اشتراك في القناة، مانيش طالب المستحيل ظهر لي. حمودة باشا كيف تسلم الحكم في عام 1782 لقى دولة ضعيفة، اللي يقول عليه الباب العالي يصير، ودايات الجزائر يدخلوا في تونس وحتى ياخذوا في الضرائب على التوانسة في بلادهم. زيدهم إجرام جند الترك والأفارقة وغيره. وفوق هذايا الكل الاقتصاد كان في حالة، والخزينة ما فيهاش ما يكفي باش يخلص العسكر برك. هذا ما غير ما نحكيو على الوباء اللي ضرب في أول حكمه للبلاد. الحاصل تلمت بيه من كل جهة. الحل اللي لقاه حمودة باشا باش يخرج من الوضعية هذه هو أنه يبدأ بتعزيز الأمن والاستقرار، باش كيف تركح البلاد ينجم يعمل اش يحب، وبعدها يخدم على الاقتصاد. الحاجتين هذوما كانوا المفتاح في نجاح حكمه وسيطرته على مدى 33 عام. من أول الحاجات اللي عملها باش يفرض الأمن والاستقرار هي فرض عقوبات كبيرة وقاسية على المجرمين، سواء كانوا مسلمين، يهود وإلا نصارى. يا بشير، الستة الأولانيين من الصف الأولاني من اليمين لليسار دعمهم. مثلا المرابيط في الحبس ما ياكلوا كان الخبز، ما فما حتى شيء آخر، مش ناقص باش يزيد يصرف عليهم زاد. السارق كما في الشرع يقطعوا له يده، وإلا اللي يجلدوه ويموت تحت الجلد يكملوا يجلدوه لين يطبقوا الحكم كامل. من الأحداث اللي يذكرها التاريخ في المجال هذا هو بعام 1784 جاء تونس رئيس طلياني من راغوس، استدعاه يهودي لدارو باش يزنى بامرأة مسلمة مقابل مال. دهموا عليهم للدار ولقوهم في حال أعوذ بالله. حاكموهم الثلاثة ونفذوه عام النصر. الرئيس الطلياني أعدموه واليهود حرقوه حي، والمرأة المسلمة اتحطت في شوال ورماوها في البحر. حتى بالأجانب اللي يدخلوا تونس فارض عليهم جواز خاص، حاجة تشبه للباسبور احنا نقولوا، باش يعرفوا كل أجنبي دخل للبلاد. حتى أنه عام 1805 ذكر قنصل بريطانيا أنه آغا حلق الواد كان مكلف يراقب المسافرين ويثبت من تصاريح السفر نتاعهم. وعلى الرغم اللي عمل الإجراءات هذه الكل، كان حتى هو يتنكر في لبسة عادية ويخرج في الليل يتفقد ويمشي، خاصة للبلايص اللي فيها المجرمة. أما الأفارقة قبل ما نعرفوا اش عمل معاهم يلزم نعرفوا قبل كيفاش دخلوا لتونس. أي سيدي، الأفارقة أول ما دخلوا تونس كانوا بالأساس حرس خاص لعلي باشا الأول، وهو اللي جابهم. اتكاثروا في البلاد وعملوا مجتمع صغير في تونس عنده نظامه وقوانينه، وصلوا أسسوا محاكم وإدارة خاصة بهم. وخلاف هذا الكل ولاو يمثلوا بؤرة فساد تهدد المجتمع التونسي في عاداته وتقاليده. كانوا مجرمة كبار، وصلوا يغتصبوا النساء في ديارهم ويفكوا الحاجة، وساعات يتلموا في بعض البلايص ويجبروا أهاليها باش ياكلوا الجيفة حاجتهم. كيف كثروا على ما وصاوهم، حمودة باشا نحى الأماكن متاع الاجتماع متاعهم ونحى لهم الإدارة والمحاكم اللي عملوها بالقانون، وما عادش موجودين في الحرس. ضيق عليهم لين ولاو عايشين في بؤس وفقر، يعيشوا على الطلبة في الشوارع متشردين، واضرب القطوسة تخاف العروسة، الأمور بدات تريث. وفي خضم الإصلاحات اللي بدا بها تجي حاجة ما كانش لا على البال ولا على الخاطر. في عام 1783 يضرب الطاعون في تونس، عافانا وعافاكم الله، اللي في العاصمة وحدها اقتل فيها على الأقل 50,000 بشر.
ما زالت البلاد ما براتش، وفي عام 1784 يضرب تونس وباء جاء من الإسكندرية من مصر على طريق الحجاج، مات فيها قرابة 185 ألف تونسي. الحبل على الجرارة، وعام 1785 يعاود الطاعون يظهر مرة أخرى، أما المرة هذه جاء من سفينة جات من اسطنبول ورسات في سوسة، وانتشر بعدها في كامل البلاد. حتى من رحالة بواريك يذكر أنه مدينة طبرقة عملت جبارتين جدد باش ينجموا يدفنوا الموتى من كثرتهم. ومن أول الحكم نتاعو كما قلنا بدأت الأوبئة تضرب البلاد، هدكتها على قد ما هي بطبيعتها أمورها ما تعجبش. كي تجي تشوف الأوبئة ضربت تونس أكثر من مرة في عهد حمودة باشا، منها زاد طاعون عام 1790 وعام 1792. أما المرة الأخرى هذه جات خفيفة، بما أنه حمودة باشا أخذ احتياطاته للبلاد وقتها. وبالطبيعة ما غير ما ننساو المجاعة اللي صارت في عام 1803 اللي تسبب فيها الجفاف. وقتها حمودة باشا ابعث أبو إسحاق إبراهيم الرياحي كسفير للمغرب باش يجيب المونة، ونجح في المهمة متاعه وجاب الخير للبلاد ومنعت العباد من هالمجاعة. الحلقة طويلت ووصلت لآخرها، إن شاء الله المرة الجاية نكمل تاريخ حمودة باشا الحافل بالأحداث. نتلقاو بحول الله في الحلقة الثالثة، وتوا نلقيكم على خير ونقول لكم بالسلامة.